الproject ده معمول بالكامل بال3D، ما تيجي أقول لك عملته إزاي خطوة بخطوة، بس قبل ما نبدأ اعمل لايك وfollow وما تنساش الورشة المجانية اللي موجودة في البايو. لو جيت فتحت الviewport بتاع المشروع هتلاقي ده الviewport بتاعك. هتاخد بالك إن إحنا لمّا بنعمل animation بتلاقي القماشة بتتحرك بنفس الشكل اللي أنت شُفته في الفيديو. طيب إيه معنى الكلام ده؟ أول حاجة لو خدت بالك هنخفي القماشة ديّة هتلاقي إن ده عبارة عن العبوة بتاعتنا، بتتحرك animation عادي خالص جدًا، وهتلاقي حتى الكشافات بتfollow ليها. طبعًا الfollow ليه ده اتعمل عن طريق constraint وخلاص. مش موضوع كبير يعني، لكن المهم في القصة ديّة هو القماش، إزاي عملنا التأثير ده. أول حاجة لو خدت بالك إن القماش ده عبارة عن cloth simulation، هي plane يعني الliquids بتاعته كبيرة، لكن هو في الآخر cloth simulation. طيب إزاي قدرنا نحرّكه بالشكل ده؟ لو خدت بالك الwind إحنا عاملين wind وعاملين الstrength بتاعته 0 وابتداء من أول frame 100 خلّينا الstrength بتاعها يبدأ يزيد لحد frame 400، خلّينا الstrength بتاعتها قوية جدًا، بحيث إن طول ما إحنا بنعمل animation فالwind بتزيد مع الوقت، فبتجبر القماش إن هو يتحرّك زي ما أنت شايف كده، إن هو يبعد، في نفس الوقت اللي العبوة بتطلع فيه لقدّام، بحيث يدّي لك التأثير اللي أنت شُفته في الفيديو. التأثير ده جميل جدًا والصراحة ممتاز. طيب إيه اللي أنت شايفه في الفيديو ده؟ ده الcollision بتاع القماش، يعني العبوة عبارة عن low poly هي اللي بتتفاعل مع القماش، لكن العبوة الأصلية اللي أنت شايفها في الفيديو ديّة لإنها high poly فما ينفعش أخلّيها تتفاعل لإن هيحصل مشاكل، فبالتالي عملنا العبوة الlow poly. لو حابب تدخل عالم ال3D وتنفذ زي ده بنفسك اعمل لايك وfollow وسجل في الورشة المجانية تحت وخُد أول خطوة بجدية.